كل بس هو الحكومات وزارات ومناصب انا اعرفه 2019 هو انا اعرفه من حزب الدعوة. 2004. هذه بها قصة وراء الكواليس لا استطيع الحديث عنها. انا رجال احب الحياة، لا تورطنا عدنان. مال استقالته مال حزب الدعوة؟ اي ما ادري شنو. لا اخويا، لا احنا ما نريد نفقدكم، يعني لا نريد نفقدك ولا نريد نفقد اصدقائنا يعني. شنو انت سويتني مقتول يوم عاود عليك؟ انت اللي قلت عم نقول يا الله كل شيء ماكو كل شيء ماكو. فلاح الذهبي من 2003 يحكي بهذا المنطق وهذا التون وما له علاقه. لا تسوي لك سالفه استاذ فلاح. انت كلامك نفس نبوتك هاي كانت ويا مصطفى الكاظمي ويا العبادي كلكم، يعني بالتالي كنتوا تحرضون رئيس الوزراء لضرب الاطار الشيعي او القوى الشيعيه وما صار شيء. العراق اكثر امن من كثير من دول المنطقه، بالعكس هذا الكلام عن التهديد. هسه هذا تحليلك الشخصي استاذنا العزيز، هذا تحليلك الشخصي. لا تحاول تعممه وكانه هو لا مو تحليل، لا مو تحليل، راي الشارع. لا كل القوى السياسيه التي حكمت. شوف اقول لك هسه انت مو تعلمني، انا قاعد وياهم وحتى تتبعوا عليهم شلون يتعاملون ويا بريمر. الله وكيلك، لا تعلمني شنو اللي صار. انا اعرف كل اللي ورا الكواليس. اذا انت هسه جاي جديد هذا المنطق مو صحيح مو بصالح البلد. اقول لك هسه ايام الكاظمي شنو ايام الكاظمي؟ علقت صور وشلع اذانك يا احترام للدوله بيهش. طيب بس مو صحيح هذا الكلام مو صحيح. لا انا اي دوله بايام الكاظمي اللي كنتوا تدافعون عنه؟ انا اعرف كل اللي ورا الكواليس. اذا انت هسه جاي جديد هذا المنطق مو صحيح مو بصالح البلد. اقول لك هسه ايام الكاظمي شنو ايام الكاظمي؟ علقت صور وشلع اذانك يا احترام للدوله بيهش. طيب بس مو صحيح هذا الكلام مو صحيح. لا انا اي دوله بايام الكاظمي اللي كنتوا تدافعون عنه مو صحيح. هذه وجهه نظر. عندي سؤال لحضرتك استاذ مازن. دوله كانت دوله السرقات والفساد. بس انطيني فرصه. لم تصنع هذه القوى السياسيه كيان دوله حتى هذه اللحظه. الشيعيه لا يوجد شيء اسمه مشكلتكم. شوف استاذ اقول لك يا كل القوى السياسيه الشيعيه عندها سلاح وعندها مدافع وعندها طيارات ويا يقدر يضربها. دائميه تحريض. مشكلتنا شنو؟ دائميه تحريض استاذ مازن لطرف ضد طرف اخر. طيب مشكلتكم هاي انه رئيس الوزراء تريدون تحرضون على القوى الشيعيه. دكتور مجاهد الاستاذ مازن هو منو اللي يحرض يعني فلاح الذهبي اللي يحرض له؟ حضرتك أنا قريت لك بعض الأشياء اللي أنت اتهمت بها هشام الهاشمي بالعمالة واتهمت بها يعني بالإرهاب. يعني أكو بس هذا ملف آخر. لا شوف أبو عمار هذا ملف هشام الهاشمي مستعد أحضر وياك سنة كاملة ساعة كاملة بهذا الموضوع. هذا الموضوع ملف آخر وأنت تعرف ملابساته طرحه بهالشكل يعني على الهواء. هذا مو صحيح. ملفك وحلقتك على السوداني هذه كانت حقبه سوداء يا اخي. من اللي كان يوتر برأيك؟ من اللي كان يوتر يعني اللي كانوا يضربون السفاره لو فلاح الذهبي يعني بعيدا عن الدفاع عنه هو الرجل قادر بس من اللي كان يوتر؟ كل ساعه بين كلمتين وخليت فلاح الذهبي يا اخي. الكلام بشكل عام مو شخصا. انت هجمت على الرجل. قصدي من اللي كان يوتر بذاك الوقت؟ لا شوف أنا اعترضيت على شيء واحد، أنه كان لمح أنه تهديد حياته وغيره. قلت له لا الوضع زين وأنت من الناس اللي أصلا ما غادرت تمشي حاضر في أنت ما مهدد حياتك وهو مشاكس بالتالي عنده شغل. هسه كل احنا مهددين باشا. خلاص نحترم. كل احنا مهددين. في ايام الكاظمي مهجرين. أنا كم مرة اتصلت بيك انت قلت انا وحياتي مهددة. انا ما حكيت بهذا. خلاص نحترم هذا الموضوع. لا شوف انا ما حكيت بهذا المنطق انه العراق غابة وما حد يقدر يتكلم بكلمة. نحكي وتشوفون تغريداتنا وكتاباتنا ومواقفنا. اقول انه الوضع بالعراق ليس اسودا ورماديا بهذا الوضع. شنو؟ عودة الى السوداني. انا اقول يجب ان نحذر